اهلا وسهلا الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم غتتبعوا معايا هذا الفيديو هذا. معكم اختكم سليمه بيوتي. رجعت من جديد اللي غايقول سليمه بيوتي واش سليمه اللي كانت معنا شحال هذه كتبارطاجي معنا الوصفات. سليمه بيوتي اللي كانت شحال هذه كتبارطاجي معكم الوصفات والخريجات والفلوغات وكل شيء. المهم البنات، رجعت من جديد نبارطاجي معكم مواضيع قانونيه بحكم العمل ديالي. دائما كنقول لكم انا مساعده موثقه، وبغيت نبارطاجي معكم معلومات الصراحه اللي عندي ونقدر نفيد بها خواتاتي وخوتي اللي معايا في القناه. والصراحه كنطلب منكم انكم غير تدعموني وتشجعوني وما تديوش عليا من الله. بديت عاوتاني ما بقيتش عارفه تنهضر ما شحال بيني وبين اليوتيوب راه 5 سنين. المهم البنات، انا قلت غادي نبقى نشارك معاكم كل نهار موضوع. كل نهار خليو لي في الكومونتير شنو الموضوع اللي تبغيو او السؤال اللي تبغوني نهضر لكم عليه، ونهضروا ان شاء الله عليه في الفيديو القادم. بالنسبه للبنات، الموضوع اللي اختاريت اليوم اننا نهضروا على الدعم ديال السكن في المغرب. يعني الدعم اللي ولا جديد ديال السكن في المغرب. على بركه الله انا غادي نشرح لكم بعدا شنو هو الدعم. اول سؤال غادي يطيح لنا في البال، شنو هو بعدا هذا الدعم هذا؟ لان كاين شحال من واحد غير كيسمع وما عارفش. انا اليوم غندقق معكم باش تعرفوا كل حاجه بالتفاصيل ديالها ان شاء الله. اول حاجه الدعم ديال السكن اللي ولا جديد ابتداء من 2024 تقدم هذا المشروع ديال الدعم في المغرب. شنو هو بعد الدعم؟ كيف ما قلت لكم، الدعم هو واحد الدعم مباشر كيتعطى مباشرة من الدولة للموثق باش آه، باش كيستافد منه الشخص المعني بالامر. ولكن ماشي غير كتجي الدوله وكتعطي. هي شحال هادي كان الدعم ديال السكن ماشي اول مره، ولكن كان دعم غير مباشر. بمعنى دعم غير مباشر ان كان الناس كياخذوا في السكن الاقتصادي، وكان غير فقط في السكن الاقتصادي ديال 25 مليون. كان كتكون مثلا واحد الدعم كتاخذ الدار ب 25 مليون، كتعطيك الدوله واحد الحاجه كانوا كيقولوا لي كتسمع كيقول لك التيفيا. شنو هي التيفيا؟ ديك التيفيا ديال 4 المليون، هذاك هو المبلغ ديال الدعم اللي كان غير مباشر اللي ما كنشوفوش كما كنقولوا بعينينا. هذاك شي حاجه مباشره كدوز ما كنشوفوهاش حتى كناخذوا عليها المال لوفي ديالها من بعد. ولكن دابا الدعم اللي ولا انه مباشر، يعني مباشره كيوصلنا واحد لو فيغمون من الدوله مباشره الموثق باش كيكمل به السيد داك الثمن الشراء ديال ديك لابارتمون اللي خدا. وهذا الدعم كينقسم لجوج. كاين الدعم اللي كيتعطى فيه 10 ديال المليون. ووقتاش كناخذوا 10 المليون؟ الا كان داك السكن بالثمن من قل من 30 مليون. يعني قل من 30 مليون كتاخذ 10 المليون. بحال دابا مثلا نعطيكم مثال، خدينا واحد لابارتمون مثلا ب 20 مليون، الدوله كتعطيك 10 المليون كتكمل 30 مليون. خدينا واحد السكن مثلا ب 25 مليون، الدوله كتعطيك ما كتحطش انت 25 مليون، كتعطي مثلا غير 15 مليون، والكماله كتكملها لك الدوله باش كتكمل 30 مليون 30 مليون. المهم خاص البلافون هو 30 مليون. في هذا لو كا كناخذوا غير 10 المليون. اما الا تعدى ثمن 30 مليون وصل حتى ل 70 مليون كناخذوا غير 7 المليون. يعني السؤال اللي كيجي الصراحه الناس اللي كيسولوني بزاف كيقول لك واش انا دابا مثلا لقيت واحد الدار مثلا نقولوا حنا ب 34 مليون، تيقول لك واش انا غادي نعطي 34 مليون وعاد الدوله غتعطيني 7؟ كنقولوا له لا. هذه كانت شحال؟ هذه ملي كان السكن الاقتصادي ديال 25 مليون كتعطيه 25 مليون كامله، والدوله كتكمل لك الباقي مثلا 4 حتى ل5 حتى توصل بعض المرات حتى ل5 المليون. يعني كيكون دائما الثمن ديال كيقولوا لك راه الثمن ديال داك لابارتمون راه 29 مليون، انت كتعطي غير 25، الدوله كتكمل لك. هذا الدعم المباشر لا. هذا الدعم المباشر كيكمل لك الثمن ديال الشراء. ما عرفتش الصراحه شرحت لكم مزيان ولا لا. المهم الا عندكم شي سؤال في هذه المساله هذه. المهم هذا هو الدعم. دابا غادي ندوزو شنو هما الشروط باش تستافد من هذا الدعم. بطبيعه الحال ماشي اي واحد يقدر يجي يستافد من الدعم. باش تستافد من هذا الدعم هذا اول حاجه خاص تكون عندك جنسيه مغربيه. هذه هي اول حاجه، تكون مغربي جنسيه مغربيه. ثاني حاجه تكون ما كتوفرش على ملكيه
اللي هي عقار مخصص للسكن، يعني ما يكونش عندك شي دار واحده اخرى وجيتي بغيتي تستافد من الدعم، لان هذا الدعم تعطى للناس اللي يكونوا ما عندهمش سكن رئيسي، يعني ما عندهم حتى شي سكن في المغرب. واضح؟ شنو هو الشرط الثالث؟ الشرط الثالث هو انك خاصك تكون لقيتي بعدا الدار اللي انت بغيتي تشري، حيت كاين بزاف ديال الناس كيجيو لعندنا كيمشيو كيطلبوا داك الدعم، كيمشيو للسيبر مثلا كيقول له انا راه بغيت نشوف راسي واش غنستافد من الدعم ولا ما غنستافدش من الدعم، كينوضوا السيبر كيدفع له داك الطلب اللي كيكون غير في السيت ديال الدعم، كيخرج له مثلا تستافد، كيجي كيقول له انا وخرجت لي هذه الورقه، عافاك شنو خصني ندير دابا؟ تنقولوا له لا، خصك تلقى الدار بعدا عاد تمشي دير داك الاجراء اللي كيديروا الموثق، اولا كيمشيو الناس غير للسيبر وكيديروا داك الطلب، اولا تقدر ديرو غير راسك في البيسي ديالك. يعني خصك تكون لقيتي الدار ودير داك الطلب، نشوفوا واش كتوفر انت على يعطيوك الدوله الدعم ولا ما يعطيوش ليك، وعاد كندوزو نديروا الوعد بالبيع اللي كيحرروا الموثق، يعني كيكون عقد رسمي كيحرروا الموثق. في هذه الحاله عاد النوتير هو اللي كيتكلف كيدفع لك الدعم للدوله. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع، ما تكون عمرك ما استفدتي من شي اعانه ديال الدوله، مثلا بحال التنميه ديال شي سكن اقتصادي او لا شي دعم من الدوله، ما خصكش تكون كتوفر على حتى شي اعانه، ما استفدتي من حتى شي اعانه من طرف الدوله. حاجه اخرى، خاص داك السكن اللي انت بغيتي تشريه تكون رخصه السكن ديالو جديده ابتداء من 1 يناير 2023، يعني خاصك تكون عندك ديك البيرمي دابيتي او لا رخصه السكن تكون جديده من 2023 للفوق، يعني واخا تكون ماشي بروموتور، واخا تكون ماشي شي مقاول كبير كتبيع اولا شي شركه كتبيع الديور، يكون غير دار عاديه شاريها السيد بانيها وصافي اكلات دير ليكلاطمون ديال لي تيتر مقسم، دوك لي تيتر كلها تبقى عندها تيتر فونسي ديالها وعنده رخصه السكن فوق من 2023، يعني من 2023 للفوق يمكن له الا جا شرا من عنده بارتيكولي عادي يستافد من الدعم، لان هما ما كيشوفوش شكون واش منعش عقاري ولا ماشي منعش عقاري، كيشوفوا تكون غير الدار جديده عندها رخصه السكن من 2023 للفوق. حاجه اخرى، خاص العقد البيع النهائي حتى هو يدار عند الموثق ياك، ويلتزم الموثق انه يذكر فيه واحد الشروط ان هذاك السكن غيتخصص لسكن رئيسي لمده 5 سنوات، يعني ما عندكش الحق في البيع، ما يمكنلكش تبيع مثلا تشريها تقول ناخذ الدعم ونشريها ومن بعد نبيعها، ما عندكش الحق نهائيا انك تبيع ولا حتى شي حاجه، بالعكس خاصك تخصصها للسكن الرئيسي ديالك. وخاص الموثق في الشروط ديال العقد ديال البيع يذكر انه راه غيكون واحد الرهن من الدرجه الاولى اولا من الدرجه الثانيه لفائده الدوله، يعني كيكون عندك واحد ليبوتيك بحال الشكل الا خديتي شي كريدي من عند بنكه، ملي كتاخذ مثلا شي كريدي من البنكه راه كتاخذ الكريدي نهار اللي كتسالي كتاخذ المال لوفي ديالك، كذلك هاد الدعم اللي كناخذو من الدوله ينفو كتكمل 5 سنين كتمشي لدار الضريبه، وهذا موضوع غنهضر عليه في فيديو واحد اخر، وكتاخذ كتحيد داك الرهن من الشهادات الملكيه. دونك هادشي اللي كاين، كنتمنى نكون جاوبتكم على الاسئله كاملين اللي غيطيحوا لكم على بالكم، وحتى الا نسيت شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير وهي اللي نهضر عليها ان شاء الله في الفيديو القادم. وما ديوش على اختكم سليمه، راه يلا رجعت عاوتاني اليوتيوب، راه باقا ما عارفاش نهضر، باقا داهشه، باقا بزاف ديال الحوايج. انا النيه ديالي انني نبارطاجي معكم يعني شي حوايج اللي زوينين، وانتم عليكم الا تدعموني. وكما كنقول لكم دائما اللي وصل معايا حتى لهنايا في لا فيديو ديروا لي اللايك ديالكم وبارطاجيوه مع خوتكم، عاونوني في القناه باش عاوتاني تروج وتولي تبان الناس اللي ديجا مابونين معايا. تهلاو ليا في راسكم، كنتمنى نكون خفيفه على قلبكم، كنتمنى هذا الرجوع ديالي يكون فرحكم، كنتمنى تكونوا فرحتوا بيا كيف ما انا فرحت بكم. تهلاو في راسكم وباي باي لكم.